صار لي سنين أسوي معجنات، بس هاي أكثر عجينة هشة وقطنية وطيبة مجربتها بحياتي. اليوم رح أعلمكم عليها وأضمن لكم إذا جربتوها بعد ما تغيروها أبد. أول شي جبت كاسة وحطيت بيها مي دافي وحليب باودر، طبعا كل المكونات حكتب لكم إياها بالتفصيل بالكابشن. مزجتهم سوا وضفت لهم شوية خل وشوية شكر وخميرة فورية. مزجتهم سوية وبعدين عفتهم 5 دقائق إلى أن أتأكد إنه الخميرة تفعلت وصار شكلها هيك. بعدها حضيف بياض بيضة واحدة والصفار عفو على صفحة نحتاجه بعدين حط زيت وشوية لبن بدرجة حرارة الغرفة وأخفقها زين. بعدها حضرت المكونات الجافة اللي هي طحين وملح وشوية بيكنج باودر وحركتهم شوية قبل ما أضيفهم للمواد السائلة. ضفت شوية فانيلا للمواد السائلة وبعدين ضفت الطحين، وآخر كوب ضيفوه بالتدريج حتى لا تنشف عندكم العجينة وشوفوا ايش قد تحتاجون انتو. آخر شي ضفت زبد للعجينة وعجنتها تقريبا 10 دقائق، والزبد هو اللي حينطي الطراوة والطعم. غلفتها بشوية زيت بالنهاية وغطيتها وخليتها تختمر بمكان دافي. هسه بكاسة صغيرة موعد زبد وحطيت وياه ثوم مهروس وبابريكا خشنة وشوية أوريغانو، وهي هاي الصلصة اللي راح نسوي بيها الفطاير. بعد ما اختمرت العجينة راح أقسمها نصين، هاي الكمية اللي بالفيديو بس من نص واحد من العجينة. راح أفردها على شكل مستطيل كبير وحط الصلصة. بعدين حطيت جبن كريمي، الجبن الكريمي ينطي طراوة كلش طيبة للفطاير. حطيت وياها تشيدر وموزاريلا ومعدنوس مثروم. بعدها بلشت أشكلها على شكل رول، ومن أوصل للجزء الأخير أدوس الحافات سوا كلش زين حتى ما تنفتح عندي بالشوي. بعدها ظليت أقسمها بالنص إلى 8 أقسام متساوية، وشوية راح يتغير عندكم شكلها بالسكينة، فأنتوا حاولوا ترتبوها قبل ما تحطوها بصينية الشوي. غطيتها وخليتها تختمر من جديد تقريبا ربع ساعة. بعدين صبغتها بخليط صفار البيض اللي بقى عندنا وضيفت له شوية حليب وخليت فوقها حبة سودا. دخلتها على فرن درجة حرارة 180 درجة، تقريبا بقت 20 دقيقة أو إلى أن تحمرت هيج، وخليتها 5 دقائق بس من فوق. تطلع عندكم فطاير يعني ما أحكي لكم إيش قد قطنية وهشة، والنكهة مالتها تخبل ومتروسة جبن. جربوها وألف عافية.